بيبدأ الفيلم مع شاب بيسجل فيديو وبيحكي للمتابعين بتوعه قصة قديمة عن راجل محترف بيصنع أقفال حديد اسمه هانز واجنر. والراجل ده ابنه ومراته ماتوا، وبعدها صنع سلسلة عظيمة من 4 خزانات، والأقفال بتاعتهم عبارة عن ألغاز مش أي حد هيقدر يحلها، ولو حد حاول يفتح خزنة منهم بالقوة هتتقفل للأبد. وبعدها حبس هانز نفسه جوه خزنة منهم اسمها جوتر داميرينج بسبب حزنه على موت مراته وابنه. والناس حاولوا يخرجوه منها لكن معرفوش لأنه صنعها بشكل محترف، والخزنة دي فضلت مقفولة والراجل مات واتدفن جواها، واترمت الخزنة دي بعد كده في البحر ومحدش يعرف مكانها لحد دلوقتي. وبيقول الشاب للمتابعين إن اسمه سباستيان وهو خبير في فتح الخزن، وبيرفع الفيديو على قناته لكن محدش بيتابعه ولا بيشوف فيديوهاته. وبعدها بيبدأ يومه ويروح شغله، وبيكون في أخبار في التلفزيون عن انتشار الزومبي في أمريكا. وبيفرح سباستيان لما بيلاقي إن في شخص واحد شاف الفيديو بتاعه وكتب له كومنت بيقول له لو عايز تختبر مهاراتك تعال على العنوان ده، وكلمة السر هي جوتر داميرينج. وبيروح سباستيان على العنوان وبيلاقيه مكان فيه مسابقة لفتح الخزانات، وبيكون متوتر ومش فاهم حاجة، لكن بيحاول يفتح الخزنة بسرعة عشان يفوز وبيكسب أول جولتين. وبتيجي الجولة النهائية ما بين سباستيان وواحد من المتسابقين، وبيكون لازم حد فيهم يفتح الخزنة خلال 3 دقايق، واللي هيفتحها الأول هيكسب. وفي أول الوقت سباستيان مش بيحاول يفتح الخزنة وبيتكلم مع المتسابق عشان يوتره فبيتعصب عليه. وبعدها بينجح سباستيان إنه يفتح الخزنة في آخر الوقت وبيكسب، وبيكون هو البطل الجديد، والناس بتشجعه، فالمتسابق التاني بيتعصب وبيحاول يضربه. وبيشوف سباستيان واحدة وسط الناس بتضحك له، وبيقول إن اسمها جوين دولين، وإنه بعد اليوم ده عرف عنها حاجات زي إنها أول يوم سرقت فيه كان عندها 6 سنين، وإن لما كان عندها 17 سنة بس كان مطلوب القبض عليها. وتاني يوم بيتفاجئ سباستيان لما بيشوف جوين في المطعم، وبيقول لها إنه شافها امبارح في المسابقة، فبتقول له إن هي اللي كتبت له الكومنت على الفيديو، وإنها بتراقبه وعارفة عنه كل حاجة، وإنها سارقة عالمية ومطلوب القبض عليها. وبينبهر سباستيان لما بيشوف إنها سرقت حاجات من الناس اللي قاعدة حواليهم في ثواني وبكل سهولة. وبتقول له جوين إنها تبع عصابة بتنفذ عمليات سطو على البنوك وإنها عايزاه يشتغل معاهم. وبيكون سباستيان مش مصدق وبيقول لها إنه مش مجرم، فبتقول له إن هو أنسب واحد للعملية دي، لأن محدش يعرف معلومات عن هانس واجنر أكتر منه، وإنهم هيسرقوا ال3 خزنات اللي هانز صنعهم، وهم دلوقتي ملك رجل أعمال، وهو هينقلهم خلال 4 أيام لمكان تاني، ودي فرصتهم الوحيدة عشان يحلوا اللغز اللي محدش قدر يحله ويفتحوا الخزنات. وبتقول له إن العالم في حالة فوضى بسبب انتشار الزومبي، ودي فرصتهم عشان يعرفوا يعيشوا حياة كويسة. بيحلم سباستيان بالزومبي وبيكون خايف وبيفكر في كلام جوين، وبيقرر إنه ينضم للعصابة. وبيروح لجوين وبيتعرفوا على أفراد العصابة: كورينا وهي خبيرة في الاختراق، رولف وده أسرع واحد بيسوق عربيات، وقائد الفرقة واسمه براد كيج وده قوي ومعتبر نفسه بطل في أفلام مغامرات. وبتقول جوين إن سباستيان عنده خبرة نظرية في فتح الخزن، لكن دي هتكون أول مرة يجرب عملي ويسرق خزنة. وبتقول لها كورينا على أماكن ال3 خزنات، وإن أول واحدة منهم اسمها راين جولد وموجودة في بنك صغير في باريس عليه حراسة قليلة فسهل يسرقوها. وتاني خزنة اسمها فالكري ودي موجودة في براغ لكن عليها حراسة مشددة. وآخر واحدة اسمها سيجفريد ودي موجودة في كازينو في سويسرا وفيها حوالي 100 مليون دولار. بتسافر العصابة لباريس عشان يسرقوا أول خزنة، وبيدخل سباستيان للبنك وبيستنى في الحمام، وبعدها بتدخل جوين وبتسرق المفاتيح من حارس الأمن اللي واقف قدام البنك، وبتدخل وبتطلب من الموظفة إنها تشوف صندوق الأمانات اللي أجروه باسمه مزيف. وبعدها بتدخل كورينا وبتطلب حد يتكلم إنجليزي، فالموظفة بتسيب جوين وبتروح تكلمها. وبتخرج جوين بسرعة وبتاخد سباستيان وبينزلوا لمكان الخزنة، وبيقدر يحل اللغز ويفتحها وبيسرقوا كل اللي فيها. بعد كده بيدخل براد البنك عشان يشغل الموظفين، وبيقدروا يخرجوا من البنك ومعاهم الفلوس وبيهربوا. وبنشوف شرطة فرنسا وهما بيحققوا في حادثة السرقة دي، وبيحكي الضابط ديلاكروي عن هانس واجنر اللي صنع 4 خزنات أسطورية، وإن أول خزنة منهم اتسرقت وهو عارف مين اللي عمل كده، وهما جوين وأليكسيز اللي غير اسمه دلوقتي لبراد كيج، وإنهم سرقوا 5 بنوك خلال ال4 سنين اللي فاتوا، والشرطة كانت قربت تقبض عليهم لكن أليكسيز ضرب عليهم نار وهربوا. وهم دلوقتي هدفهم يسرقوا الخزنات، واختاروا الوقت ده بالذات لأن الناس كلها مشغولة بالمرض المنتشر وهم لازم يلاقوهم ويقبضوا عليهم. بتحتفل العصابة إنهم نجحوا في سرقة أول خزنة، وبيبدأ سباستيان يقرب من جوين وبيتعرفوا على بعض أكتر، وبيحكي لها إنه وهو صغير كان منعزل عن العالم وبيتعلم إزاي يفتح الخزن، وإنه ألف كتاب عن خبير فتح الخزن اسمه لودفيج ديتر،
وبتحكي له جوين إن أبوها كان غني جدا وكان بيسرق من ناس شبه معدمين، لكن هي قررت تبعد عن عيلتها وتمشي في طريق تاني، وقابلت أليكسيس وارتبطوا ببعض وانضمت للعصابة بتاعته. وبتقول له إنها أحيانا بتفكر تنفصل عن العصابة وتشتغل لوحدها، وبتفكر تروح لولاية نيفيدا لأن في إشاعات بتقول إن الخزنة الرابعة موجودة هناك. وبيكون براد متضايق من كلام حبيبته مع سباستيان. بتسافر العصابة لبراغ عشان يسرقوا الخزنة التانية، وبيدخل سباستيان للبنك على أساس إنه محاسب، وبتدخل جوين على إنها سكرتيرة، وبتساعدهم كورينا وبتخترق نظام الأمن جوه البنك وبتفتح لهم الأبواب. وبيوصلوا لمكان الخزنة وبيشوفوهم رجالة الأمن، فجوين بتضربهم، وبيقف سباستيان قدام الخزنة وبينبهر بيها، وبيحكي لجوين قصة الخزنة دي اللي موجودة في أسطورة وبيحاول يفتحها. وفي الوقت ده بتكون الشرطة مراقباهم، وبيقرر الضابط ديلاكرو إنه يقتحم البنك ويقبض عليهم. وكمان الأمن في البنك بيلاحظوا في كاميرات المراقبة إن في حد دخل البنك، فبيبدأ براد في تنفيذ الخطة، وبيدخل البنك وبيثبت الناس وبيخدر رجالة الأمن. وبيحاول سباستيان يفتح الخزنة لكن بيكون فيها جهاز استشعار وبتحس بيه، فبتسحب الأقفال بتاعتها جوه، وبعد شوية بتخرج الأقفال تاني. وبيقول سباستيان لجوين إنه لو فشل المرة دي فالخزنة هتتقفل للأبد، وبيبدأوا يتوتروا. في الوقت ده بيكون الضابط ديلاكرو وصل للبنك لكن مش بيلاقي الخزنة هناك لأنهم كانوا نقلوها لبنك تاني أمان، فبيتحرك بسرعة على البنك التاني. وبينجح سباستيان إنه يفك الأقفال وبيفتح الخزنة، وبياخدوا الفلوس وبيخرجوا وسط الزحمة والناس بتجري عشان محدش يلاحظهم. وبيتصاب براد برصاصة في كتفه وهو خارج، لكن بيقدر يوصل للعربية، وبيساعد جوين وبيمسك إيديها عشان تركب العربية، وبعدها بيمسك إيد سباستيان لكن بيرميه بره العربية. وبيلاقي سباستيان نفسه لوحده في الشارع والشرطة حواليه، فبيجري ويهرب منهم وبيركب القطر. وبتتخانق جوين مع براد على اللي عمله ده، وبتقول له إن ده ما كانش ضمن الخطة، وبتسيبهم وبتنزل من العربية، وبتروح كورينا معاها. بيوصل سباستيان بيته وبيتخض لما بيلاقي جوين وكورينا هناك، وبيتأسفوا على اللي براد عمله، وبيطلبوا منه إنهم يكونوا فريق هما التلاتة ويسرقوا تالت خزنة ويحلوا اللغز اللي محدش قدر يحله. وبيكون سباستيان متضايق لكن بيوافق ينضم ليهم. وبيدور الضابط على الإنترنت وبيشوف الفيديو بتاع سباستيان، وبيعرف إنه نفس الشخص اللي كان موجود في صور كاميرات المراقبة. بيسافروا هما التلاتة لسويسرا، وفي طريقهم بيحلم سباستيان بالزومبي، وبتكون الشرطة مراقباهم وبتسمعهم وهم بيتفقوا إنهم يدخلوا الكازينو الساعة 5 ويسرقوا الخزنة. وبتدخل الشرطة للكازينو في الميعاد ده، وبتقول لهم مديرة الكازينو إنهم نقلوا الخزنة بدري زي ما اتفقوا معاهم امبارح. فبيستغرب ديلاكرو من كلامها لأن الشرطة ما اتفقتش معاها على أي حاجة. وبنشوف اللي حصل قبل 8 ساعات لما كورينا كلمت الكازينو على أساس إنها الشرطة، وبلغتهم إن في خطر وممكن الخزنة تتسرق زي أول خزنتين، واتفقت معاهم ينقلوا الخزنة بدري عن ميعادها. وبتروح جوين وسباستيان وبيهجموا على العربية اللي هيتنقل فيها الخزنة، وبيضربوا رجالة الأمن وبياخدوا لبسهم والعربية، وبيروحوا للكازينو وبياخدوا الخزنة على أساس إنهم رجالة الأمن. وبيحاول سباستيان إنه يفتح الخزنة والعربية ماشية لأن مفيش وقت والشرطة قربت توصل لهم. وفي الوقت ده بيكون براد ورولف عرفوا مكانهم من الGPS، وبيكون كورينا مراقباهم. وفي الوقت ده بتقبض الشرطة على كورينا وبتبعت رسالة لجوين بسرعة وبتقول لها إنهم عرفوا مكانهم، فبترمي الموبايل بسرعة تحت العربية عشان الشرطة ما تقدرش تعرف حاجة. وبتتفق معاها الشرطة إنهم هيساعدوها ويخلوا بالهم من أخوها الصغير لما هي تتسجن لو اعترفت لهم على الخطة، فبتقول لهم على مكانهم. بينجح سباستيان في فتح الخزنة وبياخد الفلوس. وفي الوقت ده بيوصل لهم براد ورولف وبيهددهم براد بالمسدس وبيضرب نار على سباستيان، لكن بيطلع المسدس فاضي. وبتقول له جوين إنها بوظت المسدس بعد ما ضرب نار على الضابط لأنها كانت خايفة يقتل حد لأنه عايش في جو إنه بطل في أفلام المغامرات وكان بيعرض العصابة للخطر. وبيروح سباستيان يضرب براد فإيده بتوجعه، وبعدها جوين بتربطهم في العربية، وبتوصل الشرطة وبتقبض عليهم. وبتروح جوين وسباستيان عشان يهربوا بمركب ومعاهم الفلوس، وبيعترفوا لبعض إنهم معجبين ببعض. وبيوصل لهم الضابط ديلاكرو قبل ما يهربوا، فبتعرض جوين عليه إنه ياخد شنطة من الفلوس ويسيبهم يهربوا، لكن بيقول لها إنه مش عايز فلوس، هو عايز يقبض عليهم. فبتتفق معاه إنه يسيب سباستيان يهرب لأنه مش مجرم، وساعتها هيقدر يقبض عليها هي بس، فبيضطر الضابط إنه يوافق. جوين بتودع سباستيان وبتقول له إنها لما تخرج من السجن هيروحوا سوا يدوروا على الخزنة الرابعة. وبيركب سباستيان المركب عشان يهرب، وبيقول إنه بيحب جوين وكان نفسه يشاركها حاجات كتير، وإنه هيستناها لما تخرج عشان يوصلوا سوا للخزنة. وبعد فترة بيكون سباستيان شغال في محل وبيجيله 2 يطلبوا منه يساعدهم في فتح خزنة، ولما بيشوفها بيلاقي إنها خزنة الجوتر دامي رينج
فبيفرح لأنه هيقدر يوصل لها، وده معناه إنه هيقابل جوان. بكده يكون انتهى ملخص فيلم النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت تقولوا إن عايزين تشوفوا إيه الحلقة الجاية. سلام عليكم.